السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد. إن شاء الله عاود تاني باش نتكلموا شوية ونعطيو شوية من تاريخ المغرب والناس اللي تيقولوا أن المملكة المغربية أو المغرب لم يظهر إلى 1956. نتمنى أنهم يمشيو يقراو شوية ديال التاريخ. اليوم معنا الحمد لله وبحمده عملة التي ضربت أو أول درهم ضرب في المغرب. هذا الدرهم هذا تضرب في العهد ديال الحسن الإدريس الإدريس الثاني ما بين سنة 803 ميلادية و 828، يعني الوقيته اللي شاف فيها الدرهم المغربي النور، وراه منقوش عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذلك اسم المولى إدريس، وقد ضرب بمدينة فاس. واللي بغى يتأكد من المعلومة عبر المواقع فما عليه إلا أن يبحث عن الدرهم الفضي المغربي ويقارن بين هذه القطعة الجميلة التي إن دلت على شيء كتدل على الإمبراطورية المغربية والعراقة ديالها. كنظن أن بعض البلاد اللي قريبة لنا على ما أظن كانت صحراء جرداء لا يتواجد فيها حتى البشر على ما أظن، سنة 800 أو 900 ميلادية. تحياتي. وكنظن أنا معنا بعض القطع أخرين إن شاء الله غادي نهضروا عليهم، وهذه من القطع الجميلة التي لها تاريخ جميل. القطعة المباركة المربعة ما شاء الله. هذه مازال نعطيكم القصة ديالها إن شاء الله، وفيها حتى هي واحد التاريخ جميل. تزرزيت الجميلة التي يتزين بها الأمازيغيات. فإن شاء الله بقاو معنا، كل مرة نعطيو درس لمن يعاني من فاقة في التاريخ. تحياتي. لا تنسوا النشر